السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى عندنا روتين كده قوي وعندنا اكلة كده، بص عظمة يعني من الاخر. النهاردة هنعمل اكلة بص معتبر حاجة كده فخر من الاخر، يعني دايبة دوب حاجة كده مش بنجيبها كتير. هي مش بيحذروا فزروا بقى، دي فزورة الفيديو النهاردة. إيه حذروا فزروا، هي مش بناكلها على طول باستمرار يعني، لا يعني بنجيبها نادرا زي الكوارع كده. يعني لما قلت لكم زي الكوارع اكيد عرفتوها. اللي عرفتها تكتب لي في الكومنتات ان انا عرفتها على طول. ان شاء الله باذن الله النهارده هنعملها. بصوا هنعمل الاكله دي بطريقه الصعايده بقى، حاجه عظمه اللهم بارك، روعه روعه. ومش هتبطلي يعني تعمليها بالطريقه دي، هتعجبك باذن الله. يلا نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها فضلا وليس أمرا، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. ودمتم مشكورين يا أهل الكرم والجود. بصوا النهاردة بقى عندنا غدا النهارده لحمة راس. يعني بصي هتعمليها بالطريقة ديت مش هتبطلي تعمليها، والله العظيم حاجة كده زي السكر يا بنات، ودايبة دوب. اول حاجة عملتها عندي بصلتين كبار، ونزلت بمعلقة سمنة كبيرة، ونزلت بعد كده بالبصلتين اللي انا بشراهم، بصلتين كبار بشراهم بشر ناعم، ونزلت بيهم في السمنة. وزي ما انتوا شايفين هفضل رشيت عليهم رشة ملح علشان يدبل بسرعة معايا. الملح بيساعد ان البصلة تدبل معاكي وايه وتتهري، مش بتبقى كده صاحية في الاكل، لا تتهري معاكي بسرعة. وعندي هنا اهو شفشف طماطم حلو ضربته او خلطته في الخلاط، وقلت ايه هصفيه. تمام صفيته، بصوا القشر اللي طلع دوت. خلاص على كده بقى حابه تحطيه في شوربه، حابه انا بصراحه عندي طيور فبحط للطيور. وهنا عندي البصله ما شاء الله شايفين اخدت اللون الحلو دوت. نزلت بمعلقه توم، اللي نزلت بيها دلوقتي ديت معلقه توم، يبقى بصلتين ورشيت عليهم رشة ملح كده علشان ايه اللي هو يعني يتبلوا معايا بسرعة ويدوبوا كده، يبقوا ايه مش ما يبقوش صحيحين. تمام الملح بيحاول بيخلي البصل وهو بيستوي يدبل معاكي بسرعة ويتهري وكده. ونزلت بعد كده بعد لما اخدوا اللون الحلو انتوا شايفينه ده، نزلت بمعلقة توم. وخلاص على كده هشوح معلقة التوم معاهم، وعندي الطماطم بعد ما صفيتها هنزل بيها على البصل على الكلام ده كله. خلاص على كده اللهم بارك. عايزه اقولك والله اعملي لحمه الراس والكوارع برضو اعمليها بالطريقه ديت، حاجه روعه روعه روعه. مفيش حد هياكل منها لما يقولك تسلم ايدك. وبعد كده بعد ما نزلت بالطماطم رشيت معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، او يعني نص معلقه اللي هي المعلقه البلاستيك اللي بتبقى جايه مع التوابل، يعني تعتبر نص معلقه من المعلقه الشاي. والملح والسكر ومعلقه سكر صغيره. بصي معلقه السكر ديت بتخلي الاكل طعمه حلو خالص، وبتعمل بتكسر الحموضه بتاعه الطماطم. وبص بقى بعد ما غلت خلاص واتسبكت معايا مره واتنين بقى واقلب. وبعد كده لو حابه يا سلام بقى لو عامله الاكل بدري وهديت النار عليه خلاص، يعني كده حاجه عظمه. انا عندي لحمه الراس منضفاها وحطيتها تتسلق زي ما انتوا شايفين متعودين معايا، انا بسلق في الحله البروستو. طب لو مش عندي الحله البروستو حطي عادي في حلة عادية وحطي كربونات. وكلنا زمان كنا بنشوف امهاتنا ربنا يديهم الصحة والعافية يحطوا، وما كانش في الحلة البروست ولا الكلام ده، كانوا بيحطوا معلقة كربوناتو، كانت بتسرع عملية السوا معاهم. تمام وربنا يعني يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. بص هنا لحمة الراس كانت استهارت معايا، انا عندي الحلة البروستو بصراحة ايدي ورجلي وبصوا حلوة جدا، بتساعداني جدا في الاكلات وبتوفر في الغاز على فكرة يا بنات جدا والله. يعني بصراحة حلال فيها الفلوس. بصوا ما شاء الله لحمة الراس معايا ما شاء الله، بصوا ملبن والله العظيم دايبة دوب، يعني عظمة. اعملي احلى حاجة تعمليها بقى احنا عندنا في الصعيد نحب اللي هي الاكلات اللي هي ايه بطبيخ وبدمعة وكده. فانا ليا فترة بعمل اللي هو حواوشي، الاكلات الناشفة، صينية مكرونة كده اهو. فاهمين الاكل النواشف بقى زي ما احنا عارفين الصيف، والصيف مش عايزين ايه نقف فترة طويلة في المطبخ، فايه بعمل الاكلات النواشف ديت. لكن لما عملت بصراحة الدمعة عندنا بتبقى حاجة تانية خالص، بتبقى مفحفحة في البيت كده، هو ده الطبيخ عندنا في الصعيد. إيه طبيخ وروايح طبيخ واكل معتبر، يبقى هو الدمعة لازم تكون في دمعة في البيت.
ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. بصوا عندي الطاجن العسل دوت، دي طواجن ايه اللي احنا بنجيبها ونعتقها في البيت، بندهنها بقى زبادي عسل اسود اللي عندك وتحرقيها على الفرن. انا جايبه 2 وان شاء الله باذن الله هعملهم معاكم برضو، عشان يعني اخواتي اللي حابين يعرفوا ايه اللي بيخلي الطواجن تقعد معاك. يعني الطاجن دوت والله ليه اكتر من سنه عندي، يعني حتى لو رجعتوا الفيديوهات اللي في الاول في القناه تلاقوه معايا برضو هو. بحب الطواجن ديت بتستحمل وبتتحط على النار، لكن الطواجن اللي هي المطلية ديت لا، ما بينفعش تتحط على النار، تدخل على الفرن على طول. بصوا هنا رصيت لحمة الراس على في الطاجن دوت، وبعد كده نزلت بالتسبيكة او بالدمعة اللي احنا عملناها على لحمة الراس، وخلاص على كده هدخلها على الفرن. هتتك بدك طاجن يعني الفرن البلدي ديت، ما تقوليش فرن كهرباء ولا حتى فرن بوتاجاز، هي الفرن البلدي ديت. عشان كده تبقى الاكلة كده ايه، يعني خدت حقها. فانت لما تاكلي تحسي بقى وبتستطعمي بجمال الاكل. يعني بصوا هو كله ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. يعني مش موجوده عندك الفرن دي مش هتعمل، لا طبعا ده انت هتعمله هيطلع معاكي احسن اكل. بس احنا ايه كصعايده بقى ومتعودين على الفرن البلدي والحاجات ديت، فيعني ديت بتبقى ايه حاجه طعم تاني. إيه بص ما شاء الله خد معايا، هو كل حاجة كانت مستوية، لحمة الراس مستوية والدمعة اللي احنا عاملينها تمام. خلاص بصوا بعد كده حطيتها على الفرن، خدت الوش الحلو دوت معايا، اتحمرت من فوق ونشفت شوية. بص اللهم بارك، انا مش هعمل جنبها اي حاجة خالص، لان بصراحة لو عملت جنبها اي حاجة كانت هتقعد مش هتتاكل. يعني لو عملت رز مكرونة ما اعرفش ايه ما كانش هيتاكل. وفي الحر دوت الحاجة مش بتقعد بتبوظ على طول، فحرام. عملت انا اللي هو شوية العيش الحلوين دولت وطاجن لحمة الراس دوت زي العسل. اللهم بارك، الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. بصوا بقى بصوا اللحمة بتاعتها اساسا دايبة دوب ازاي، شايفين حاجة والله العظيم. عايزة اقول لكم روعة روعة. اعملوا لحمة الراس والكوارع برضو اعملوها بالطريقة ديت زي العسل، يعني حلوة جدا. في ممكن في ناس تعمل الصلصة او الدمعة بتوم بس، لا جربي تحطي كده بصل فيها هتبقى حاجة تانية خالص. اساسا البصل بيخلي الاكل مسكر. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، ملبن والله العظيم دايبة دوب زي العسل. عايزة اقول لكم كان غدا كنا لما شبعنا اللهم بارك، وما خليناش حاجة في الطاجن. يعني حتى الولاد ما هي دي لحمة، عارفين لو محمراها او سلقاها وكده ما كانوا هيعرفوا ان هي لحمة راس مش هياكلوا. لكن لما عملتها في الطاجن يعني الريحة كانت عظمة. بعد كده يعني كلوها وما قالوش ايه ديت ولا غير ده لحمة يا ماما، ده عاملة زي الجيلي. ايوه هي حلوة زي الجيلي، كلوها وكلوها فعلا. وبقى كولاجين بقى وحاجات مش عايزة اقول لكم بقى. البشرة بقى الناس المهتمية ببشرتها وكده، الكولاجين كله في الكوارع وفي لحمة الراس وفي الاكلات ديت. وربنا يا رب يصلح ما بين يصلح حالكم ويصلح حالي ويحسن ما بين ايديكم يا رب. وبعد ما اتغدينا بقى وخلاص ده غدوة، عايزة ايه شوية نشاط بقى علشان ايه ما نركنش بقى والمواعين هتقعد اليوم كله. لا الست الشاطرة اللي تطلع من مطبخها في اخر اليوم كده بتبص في المطبخ تلاقيه منور بقى وحلو زي ما انتوا عارفين. كنت عايزة اجاوبكم على ان انتوا سألتوني، حبيبتي بيرو سألتني على المطبخ اللي هو المفتوح الامريكاني دوت. عايزه اقول لكم حلو ما شاء الله، وشيك، حاجه شيك وحلوه وتمام. بس بصي عايزك عينيكي تبقى في وسط دماغك، ما ينفعش ان انت تكسلي عنه. وخصوصا لو ايه لو مفتوح على الصاله، يعني اي ضيف هيدخل كشفه يعني مكشوف تمام. فايه لازم على طول بقى عينيكي تبقى في وسط دماغك على طول، تنظيف ايدك فيه باستمرار. يعني ممكن المطابخ المقفولة، يعني مثلا اتغديتي مش هشطب المواعين بتاعه الغدا دلوقتي هستنى شويه، لا بصي ايدك فيه. يعني هقولك اهو ايدك فيه دايما باستمرار، ما ينفعش ان انت تغفلي عنه. هو حلو خالص وشيك. بس عايزه اقول لكم يعني بما اني ست عمليه، يعني احب الحاجه العمليه اكتر. ازاي يعني؟ يعني لو مطبخي مساحته ضيقه مش هعمله امريكاني، كنت هعمله مقفول. علشان ايه؟ علشان استفيد بالحيطة اللي هي بدل ما هتبقى مفتوحة، لا ده انا هبقى قافلة الحيطة واستفيد كده بضلفة او بوحدة مطبخ زيادة.
واحنا كلنا عارفين ان المطبخ لما بيبقى الوحدات بتاعته كتيرة بيبقى حلو ومريح، ضلفة للأجهزة، ضلفة مثلا الكوبايات، ضلفة للصواني، بتبقى كل حاجة ايه لوحدها ومختصرة، ما تتعبيش ومش تبقى كل حاجة ايه فوق بعضها. فأنا بنصح بالمطبخ يعني من وجهة نظري. وطبعا اللي انتوا نفسكم فيه اعملوه، ربنا يا رب يرزقكم ويديكم ويوسع عليكم وتعملوا كل اللي نفسكم فيه. بس انا من وجهة نظري المطبخ اللي هو المفتوح دوت لو مساحته ضيقة، انا عن نفسي يعني لو عندي مطبخ عايزه اعمل مطبخ او رحت مكان مطبخ صغير فيه، مش هعمله مفتوح او مش هعمله امريكاني، لا هقفل، هقيم الحيطه، هقفل الحيطه وهعمله مطبخ مقفول عادي، علشان استفيد بالحيطه كده. هكسب ايه؟ هكسب وحده مطبخ او وحدتين، وحده فوق وحده تحت، ايه اللي هو ايه كده، هزود من قطع المطبخ او من الوحدات بتاعه المطبخ. دي وجهة نظري. لكن هو كشكلا شيك وحلو وزي العسل، بس عايزك ايه، دماغك عينيكي تبقى في وسط دماغك او دماغك في وسط عينيكي، مش عارفة ايه الحكاية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلصت بقى المواعين زي ما شفتوا معايا، غسلتها ونضفتها، هم بس كانوا مواعين الأكل والحلة والكلام ده. وخلاص على كده. انا الشوربه ما عملتش شوربه من اللحمه يا بنات، لا ما عملتش، هم يا دوبك الشويه اللي انتوا شفتوهم دولت زودت بيهم الدمعه وخلاص على كده، وظبطتها بالكمون والكلام ده كله وخلاص على كده. بصوا ما شاء الله، خلاص غسلت البوتاجاز برضو ولمعته. عايزه اقول لكم الحاجه لما تبقى متاخده واحده يعني، بصي اول باول والله العظيم ما بتتعبك ابدا، بتبقى الحاجه مريحه وما بتبقيش حاسه بتعب خالص. حتى الفوطه اللي يعني بتبقى شقيانه معايا من اول اليوم برضو بكرمها، يعني هي اكرمتني وحامت ايديا من لسوعة النار، وكمان نشفت لي البوتاجاز ومش عارفه ايه. بكرمها برضو وبغسلها غسله معتبره زي ما انتم شايفين، وبتنشف في لحظتها من الحر اللي احنا فيه، بتنشف ما بتاخدش حاجه خالص. لو وصلت معايا لحد الفوطه الحلوه ديت ما تنسونيش في لايك، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه عشان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيله، عيله اهل الكرم والجود. وربنا يديمكم نعمه في حياتي اهل الكرم والجود. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم.